يلا بينا نخطط لشهر 7 مع بعض. دي النوت بوك الصغيرة اللي أنا عملتها لنفسي، وحبيت إن أنا أعملها صغيرة علشان أقدر أخدها معايا في كل مكان طول الشهر. فيلا بينا نخطط مع بعض. أول حاجة حاولت أعملها إن أجيب الشهر اللي فات وأبدأ أبص على الحاجات اللي أنا عملتها والحاجات اللي أنا سبتها والعادات والأهداف بتاعت الشهر اللي فات علشان أخدها معايا الشهر ده. تاني حاجة هعملها وهي العصف الذهني ده إني بحاول أطلع كل الأفكار وكل الحاجات اللي أنا عايزة أعملها وكل الأهداف اللي عندي بتاعت الشهر وأحطها على ورق كده عشان تبقى قدام عيني. بعد كده بحاول أقسم الأهداف دي لأهداف صغيرة على مدار الأسبوع. بقسم الأسبوع بتاعي، بحط هدف 2 3 وكل الأسابيع هكذا علشان يبقى الموضوع سهل وبسيط وتبقى كل الأهداف قدامي ومتقسمة على الأسابيع. اول حاجة هبدأ اعملها وهو الغلاف بتاع النوت بتاعتي او الجورنال اللي انا هعمل فيها الشهر، وعملتها كده حاجة بسيطة قوي. وتاني حاجة حبيت اعملها وهي الكالندر او التقويم بتاع الشهر، لو بكتب فيه ده 1 2 3 السبت لحد الاثنين وهكذا علشان يبقى قدامي طول الوقت. وبحدد بالالوان على الوقت اللي انا مثلا هبقى فيه مش في البيت مش متاحة، واحاول يبقى قدام عيني علشان ابقى عارفة التواريخ كويس. تاني حاجة بقى عملتها في الشهر ده او في الدفتر اللي معايا ده، ان انا قسمت الشهر ل4 اسابيع، وكل اسبوع عملت له 7 خانات كده او 7 مستطيلات زي ما انتم شايفين كده، وكل مستطيل هكتب فيه الحاجات اللي انا عايزة اعملها الاسبوع ده علشان يبقى مهدفة اكتر وعارفة انا في الاسبوع ده هعمل ايه والاسبوع التاني والاسبوع التالت والرابع وهكذا. مش ببقى احط الهدف كده بشكل عام، لكن ابقى محددة الاهداف بتاعتي هتبقى امتى كل اسبوع وهعمل ايه. حاجة كمان حبيت أضيفها في الشهر ده وهي مراجعة الأسبوع، إن بعد كل أسبوع أنا قضيته هكون بعمله زي مراجعة صغيرة عن الحاجات اللي أنا عملتها والحاجات اللي مقدرتش أخلصها علشان أخدها معايا الأسبوع اللي جاي، ويبقى كده أبقى مهدفة أكتر. الصفحة دي بقى أنا بحبها جدا وهي صفحة الامتنان. عملت 30 مربع على حسب أيام الشهر، كل مربع فيه هكتب حاجة واحدة أنا ممتنية ليها إنها موجودة في اليوم. وده كان شكل الصفحة اللي بعدها للأسف أنا معرفتش أصورها، وهي هكتب فيها الأهداف والخطة اللي هحقق فيها الهدف ده. الصفحة دي بقى وهي الصفحة بتاعت إن المود بتاعي في طول الشهر يبقى عامل ازاي. وكمان عملت من الجنب كده سمايل وشكل متضايق وشكل تمام أو شكل عادي يعني، علشان ابقى بلون كل مرة او كل قلب في اليوم ده انا عاملة ازاي. عملت على شكل سلاسل ونازلة منه قلب كده وحددتها بلون معين علشان ابقى عارفة. اخر صفحة بقى وهي الصفحة دي لأي حاجة تيجي ببالي، لأي فكرة، لأي مثلا فلوس صرفتها أو أي فلوس دخلت لي أبقى عارفة. ودي شكل الجورنال بتاعتي بتاعت شهر 7، وعملتها صغيرة عشان ابقى احطها معايا في الشنطة بتاعتي واتحرك بيها طول الوقت علشان ابقى واخدة بالي من الاهداف بتاعتي والنهاردة المفروض هعمل ايه وبكرة هعمل ايه وهكذا. حبيت اضيف كده حاجة صغيرة علشان تدي شكل حلو للجورنال اللي معايا، اني اعملها زي الحواف كده الونها بالالوان اللي موجودة عندي ايا كانت الالوان اللي موجودة عندكم، هتدي روح حلوة كده للجورنال بتاعتكم فاعملوها. بس كده، وهنزل لكم فيديو جديد عن ازاي احقق الاهداف بتاعتي او ازاي اعملها كلها خلال الشهر. استنوني في الفيديو الجاي عن التخطيط، وكمان هنعمل حاجة تحفيزية كده تشجعنا ان احنا طول الشهر يبقى عنينا على الهدف اكتر، وهتبقى محفزة لينا وشكلها جميل ولطيف. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير لو الفيديو عجبكم مع اصحابكم. بس كده، باي باي.